وانما لاول مره بعد الصحافه الكويتيه انه البنود اللي كانت في الاتفاق علنيه كلها بند منها ينص على ضروره اتمام فك ارتباط، اذا تم فك الارتباط على الجبهه المصريه في المرحله الثانيه، ان يتم قبل منتصف 75 على الجبهه السوريه، يعني قبل الشهر الجاي، قبل يونيو. ده كان بند منهم. بند اخر في هذا الاتفاق، وده لاول مره بعلنه في العالم العربي، انا ما اتكلمتش على الاتفاق لكن فرصه واحنا قاعدين عشان اقول لكم، علشان نعرف نفسنا وما نعودش للاسلوب القديم ده. بند تاني انه الاتفاق لا اعتدي على سوريا اللي كان بيتعمل للمرحله الثانيه. بند ثالث كنت طالبه ضمان من الرئيس الامريكي وما فيش داعي اتكلم عنه. بند رابع انه لا تعقد جنيف بدون الفلسطينيين. ادي البنود اللي كانت لو طلع الاتفاق هتطلع علنية، ولم يكن هناك شيء اخر سري اتقال ان انا عملت اتفاق سري، وان البنود السرية ايه والعلنية اللي هتعلن ايه. انا بترك زي ما قلت، بترك الناس لضمائرهم بعد مصر ما قالت لا، وبعد ما حكيت لكم النهارده كان في الاتفاق ايه على سوريا وكان في الاتفاق ايه على الفلسطينيين اللي راحوا وهمسوا لهم في سوريا وهمسوا للفلسطينيين ان مصر توصلت الى اتفاق مع امريكا وخلاص رمت طوبة سوريا والفلسطينيين. باسم وكالة الانباء الفلسطينية وفا، سبق لمصر العربية ان قدمت مشروع دعوة لحضور منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمر جنيف كوفد مستقل بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، علما بأن المنظمة تؤكد عدم استعدادها للذهاب إلى جنيف بموجب القرار 242 الذي تجري على أساسه الدعوة لعقد هذا المؤتمر. فكيف يتصور سيادة الرئيس الحل في هذه المسألة؟ ده انا اللي ده اظن من حقي انا ان اسال هذا السؤال. من حقي ان اسال ما هو تصور اخوتنا الفلسطينيين لجنيف، هل قبل اتفقوا على الذهاب الى جنيف ام لا؟ واذا اتفقوا هيكون الاتفاق على اي اساس والتحرك على اي اساس؟ لابد لازم ننسق هذا كله.